يقول لك العين تاكل قبل الفم. طبقنا لنهار اليوم هو ورود البطاطا اللي رانا رايحين نرافقوا بهم طاجين الجلبانه. كامل تعودنا نرافقوا طاجين الجلبانه تاعنا بالبطاطا مقليه، لكن نهار اليوم رانا رايحين نرافقوه بالبطاطا مقليه لكن على شكل ورود. طبقنا لنهار اليوم هو طبق رئيسي رمضاني بامتياز، نزينوا به مائدة رمضان، ولا إذا كانت عندنا عرضة نزينوا به الموائد التوالى. طبقنا لنهار اليوم نفس طريقة الطبخ، نفس المكونات، لكن بطريقة تقديم جديدة إلا تعطينا منظر شباب للطاولة تاعنا، وفي نفس الوقت المذاق تاعو لا يعلى عليه. ورود البطاطا اللي رانا رايحين نرافقوا بها طاجين الجلبانة، الخدمة تاعها سهلة وما تديش وقت بزاف، لكن تعطينا منظر شباب للطاولة تاعنا وللطبق تاعنا. جربوا هاد الورود وزينوا بهم الاطباق تاعكم، والاكيد رايحين يعجبوكم. واذا عجبكم اكيد ما تنساونيش بالاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. نصلوا على الحبيب المصطفى ونبداو في وصفتنا على بركة الله. اول حاجه نبداو نطيبوها هو طاجين الجلبانه تاعنا، لانه الدجاج اللي راح يطيب فيها رانا رايحين نحتاجوه في الورود تاعنا. نجيب الطاجين تاعي ندير فيه الزيت، بعد ما يحمى نحط فيه القطعه تاع الدجاج تاعي. انا هنا درت نصف صدر دجاج، نقليه وبعد ما يتقلى لي نضيف له حبه تاع بصل كنت رابيتها. البصل هنا رابيتو باش ما يبقى ليش هكا طراف باينين في الطاجين تاع الجلبانه تاعي، ونقلي البصل مع الدجاج حتى يتحمر لي. الاكيد الملح ما نديرش حتى يتقلى لي البصل مليح، لانه لو كان ندير له الملح من البدايه راح يطلق لي الماء وما يتحمرليش. بعدها نضيف له الكروطه اللي كنت نقيتها وقطعتها دوائر، ونضيف له التوابل اللي هي ملح، فلفل الكحل، القرفه، وتابل الدجاج مع الكركم، ونضيف له الجلبانه. نقلي كامل المكونات مع بعض، بعدها نجي نمرق. الاكيد نمرق بالمحل. انا هاد الورود تاع البطاطا تاعي رافقتهم بطاجين الجلبانه، نتوما تقدروا ترافقوهم بطاجين الزيتون، كما تقدروا ترافقوهم مرقه تاع حمص، ولا تقدروا ترافقوهم بالشامبينيون. الاختيار يرجع لكم. انا مرقت قيس ما تغطى لي الدجاج وتغطاو لي هذوك الخضر، ونخلي الجلبانه تاعي طيب. بعدها نروح نقلي البطاطا. البطاطا تاعنا نختاروها الشكل تاعها يكون متوسط، يعني ما تكون كبيره ما تكون صغيره، باش تساعدنا كي نجو نخدموا الورود تاعنا. نقطعوها رقيقه باه من بعد كي نقلوها ونجو نخدموا بها الورود تاعنا ما تغبناش وتبقى تدورنا بكل سهوله. نكمل كامل الكميه اللي عندي. انا هنا درت حوالي 8 حبات، نقطعها كامله نملحها ونروح نقليها بيد ما الطاجين تاع الجلبانه تاعي راه يطيب. وهنا الدجاج تاعي بعد ما طاب نفتو ونديرو في الاشوار ونطحنو، لانه راني راح نحتاجو وهو مطحون باش نخدم به الورود تاعي، لانه هو اللي راح يكون القاعده اللي تحكم لي الورده تاع البطاطا تاعي. انا هنا طيبت الصدر تاع الدجاج وفتتو. نتيا تقدري طيبي الفخذ تاع الدجاج وتفتيه، ماشي بالضروره لازم يكون صدر. بعد ما فتتنا الدجاج تاعنا نجو نطحنوه في الاشوار، كما قلت لكم راني محتاجاتو يكون مفتت بزاف. بعدها نجي نضيف له باقي المكونات اللي رانا رايحين نخدموا بهم الحشوه تاع الدجاج. راني راح نحتاج 2 حبات بيض. البيض يكون حسب الكميه تاع الدجاج، اذا كان اكثر اكيد راكم رايحين تزيدوا حبه، اذا كان قل تنقصوا. ونضيف له المعدنوس اللي كنت قطعته رقيق، ولاصوص تاع اللي طابت فيها الجلبانه. كما قلت لكم هذه الحشوه ما نحتاجهاش تكون ناشفه، نحتاجها تكون جاريه شويه، لانه هي اللي راح تحكم لي الورود تاع البطاطا. نبقى ندير لها لاصوص تاع اللي طابت فيها الجلبانه حتى نحسها راهي جاريه شويه. بعدها نجيب المول اللي راني راح ندير فيه الورود تاعي. انا عندي هذا المول، نتوما تقدروا تخدموا باي نوع تاع مول يكون عندكم، سواء كان من هذا النوع ولا كان سيليكون. انا الشكل هذا شوفوا كي داير، تقدروا تخدموا بالشكل يكون دائري. نجيب الحشوه تاع الدجاج تاعي اللي كنت خدمتها، نديرها كقاعده في هذا المول تاعي. كما قلت لكم هي اللي راح تحكم لنا الورود تاع البطاطا. نكمل كامل الكميه تاع الدجاج اللي عندي. انا الكميه تاع الدجاج جاتني حساب على حساب المول تاعي. ودروك نروحو نخدمو الورود تاع البطاطا. اول حاجه نبداو بوحده صغيره تكون هي القاعده، بعدها نبدا ندور عليها البطاطا كما راكم تشوفوا. وين ما تكمل البطاطا الاولى نبداو بالبطاطا الثانيه اللي موراها، نديروها فوقها ونبداو ندورو حتى نتحصلوا على الحجم اللي رانا باغيين. الحجم يكون على حساب الفراغ اللي في المول كما راكم تشوفوا. وين تكمل الحبه تاع البطاطا اللي درناها نبداو بالثانيه موراها، نديروها فوقها ونبداو ندورو بالبطاطا تاعنا حتى نتحصلوا على الحجم تاع الورده اللي رانا باغيين.
علاه درنا الدجاج في القاعده؟ باش كي نحطوا البطاطا تاعنا ما تتفركتلناش، هذاك الدجاج هو اللي رايح يحكمها باه تبقى محافظه على الشكل تاعها. نجيبوا الورده اللي خدمناها ونحطوها فوق الدجاج، نضغطوا عليها شويه باش الدجاج يحكمها كي يطيب. هذا الشكل اللي تحصلنا عليه بعد ما كملنا الورود تاعنا. انا البطاطا ما كملتليش، بقاو لي هذوك 4 بلا ورود تاع بطاطا، راني راح نحطهم هكا بشكل دائري في الطبق تاعنا. نديروها طيب في الفرن من تحت برك، لانه البطاطا تاعنا من الفوق راهي طايبه، قيس ما ينشف لنا هذاك البيض وهذيك لاصوص وتحكم لنا والدجاج يحكم لنا الورده تاعنا. وهذا الشكل تاعها بعد ما نخرجوها من الفرن. البطاطا تاعنا كما راكم تشوفوا بقات محافظه على الشكل تاعها، ودروك نجو نديموليوها من المول كما راكم تشوفوا تحمرت من تحت والدجاج تاعنا نشف والبطاطا بقات محافظه على الشكل تاعها. وكانت هذه طريقه تحضير الورود تاعنا. درك نروحوا نشوفوا كي رانا رايحين نزينوا بها الطبق تاعنا. هذه الجلبانه تاعنا كذلك بعد ما طابت ونشفت لنا نحطوها في القاعده تاع الطبسي ونزينوها بالورود. انا الجلبانه تاعي كنت طيبتها بلا طماطم، طيبتها بالكركم برك. انتم اذا تبقوها صوص حمراء تقدروا تعوضوا الكركم بالطماطم. بعد ما حطينا الجلبانه تاعنا في الطبق نجيبوا الورود تاع البطاطا تاعنا ونزينوا بها الطبق تاعنا. كما قلت لكم تقدروا ديروا جلبانه، كما تقدروا ديروا طاجين زيتون، ولا تقدروا ديروا الحمص، كما تقدروا ديروا صوص بيضه بالشامبينيون. الاختيار يرجع لكم. هنا الفكره تعتمد على الورود تاع البطاطا. هذاك الدجاج اللي بقى لنا وما درناش فيه البطاطا رانا رايحين نزينوا به الطبق تاعنا في المنتصف كما راكم تشوفوا. كان هذا طبقنا لنهار اليوم. الشكل تاعو يشهي، مناسب لطاولة رمضان ومناسب لعرضاتكم إن شاء الله. جربوا هذا الورود والأكيد رايحين يعجبوكم، وإذا عجبوكم أكيد ما تنسونيش اشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وإعجاب للفيديو بيوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، وتعليق حلو كيفكم. مع السلامة.